بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. باش نعملوا اليوم مع بعضنا العصيدة متاع الزوزة، هذا بطلب من مشتركة قديمة وتبع فيا من البدايات. باش ناخدوا لهنا الزوزة متاعنا، ماذا بينا تكون في الكوك متاعها وإلا في القشرة، على خاطر تبدأ أغمق وتعطينا كولور ما أزين للعصيدة. ما فماش نستعملوا الزوزة العادية. أنا خلطت الحقيقة هذوكم خرجوا لي 100 جرام وزدت عليهم 170 جرام. شريتهم بلاش قشرة. أهم حاجة في العصيدة هذية تحمير وإلا تعريج الفاكهة، يا حبذا يكون في الفور على 150 درجة أقصى تقدير، وماذا بينا الفور يكون بالمروحة. ما عندكش فور بالمروحة، سخن الفور متاعك مهما كانت النوعية مليح، ومن بعد حط الطبق في الرف الوسطاني وخليها تتحمر حتىش للي القلب متاع الكعبة يولي مارون غامق. باقي لهنا راهو تشوفوا فيه فاتح بمفعول الإضاءة. هذايا يخلي الكولور متاع العصيدة يجي مزيان. اثنين، يخرج مطعم الفاكهة. وثلاثة، ينحي أكلك لوحية ولا المطعم الكالح اللي تعرفوه الناس الكل في الزوزة. فما شكون يقول لك الزوزة ما نعرجوهاش خاطر تمرار، ماهوش صحيح. يلزم الزوزة تكون بالكولور هذاك، سينو العصيدة تجيكم بيضة مكشخة كيما عصيدة الفارينة. رحيان الزوزة يكونوا هي سخونة بعد ما تهدى شوية. كل مرة نلموا الجناب متاع الروبو، نرحيو ونقصوا حتى للي نتحصلوا على عجينة رحيانها سهلة، راهي كيف ما البفريوة. فما شكون كيف يعمل بات تبدا الزوزة مدشة، راهو القوام يلزم يكون مزيت كيف ما باش تشوفوه لهنا. مرتين ثلاثة من بعد تولي تجري في وسط الروبون، خليوها حكاية 3-4 دقايق حتىش للي نتحصلوا على خليط يكون مزيت وبكولور يكون مارون غامق، عبارة تعمل في عصيدة متاع بوفريوة. ان شاء الله عجبكم الكولير. العصيدة هذه باش نخدمها بالماء، باش نكيل إترا ماء معدني ونزيد أكل عجينة هذيك اللي لازم نوزنوها 250 جرام. أنا خذيت 270 باش نقراو حساب أكل بارت اللي في الرحا أنسي دو سويت. باش نخدمها بالماء فقط، إترا ماء كيلت وباش نخلط كل شيء. سألتوني برشا على الفارينة اللي استعملتها في عصيدة الزقوقو. راني البريود هذه الكل نستعمل كان في سنابل قرطاج. كمية الفارينة لهنا ماهيش باش تفوت 80 جرام. وباش نطيب العصيدة هذية على طريقة عصيدة الزقوقو، ماهيش شكل كريمة اللي هي تبقبق، ولا العصيدة اللي نعبيوها بالفارينة ونحطوا لها طرف ماء هي تبقبق ونحطوها في الكوبات وتهبط فرد لكزة واحدة وتشقق من فوق وتجي ما تشبه الشيء. الحاجة اللي تضيع مطعم العصيدة ومطعم الفاكهة واللي هي الحاجة الوحيدة راهي الفارينة. باش نزيد 80 جرام، ومن بعد باش نرحيو كسسوا بالميكسوراجي والا بالبرا حتىش للي نحيو اكلك عابر متاع الفارينة. وكان قاعدة تكتلات على قد ما تعرج الفاكهة متاعك مليح من غير ما نحرقوها بيان سور، وعلى قد ما نرحيوها بالقدا على قد ما العصيدة تجينا بنينة وناكلوا مطعم فاكهة مع شوية فارينة، مش برشا فارينة وشوية فاكهة. هنا رحيتها، ما يمنعش اني باش نصفيها. فما شكون يقول لك ما تتصفاش قوة الفاكهة يجون سي باكوا. بالنسبة لي انا مادام رحيت الفاكهة متاعي على قاعدة راني نصفيها، والشيء اللي باش تراوه في وسط الصفاية هذاك عبارة على قشور. انا باش نتخلص منها تطيب العصيدة يكون على نار هادية كيف ما العادة، وباش نطيبها كيف ما الزقوقو بالضبط. قبل هذايا باش نوريكم الحليب المركز المحلى اللي هو باش يبنن لي العصيدة، وك السكر الاسمر هذاك باكو شريته كي نقولكم عنده 5 ولا 6 شهور. حليته كان كيف طيبت العصيدة هذيا، ما حبيتش نحط منه في الزقوقو باش ما يقولوش هاو يقلد في اكس والا في ايكغيك والا في زد. هذوكم الكيسان اللي حضرتهم قبل ما نحط العصيدة على الغاز، نار خفيفة. قعدت لهنا نحرك حتىش للي القوام بدا يولي خاثر، ماهوش باش يعمل لك كعابر متاع فارينة كيف ما في الزقوقو، ولكن من لو تراهو فما تكتلات يلزمنا نعصدوهم بالمدلك اللوح وموش بالفوي.
وقت اللي تختار العصيدة هكاكا باش نبدأ نعصد كمام، ولو القوام متاعها يبدأ جاري نوعا ما. نجبدو القاع متاع الطنجرة اللي يحب ذا يكون القاع متاعها ما يلصقش، خاطر هذه عصيدة فاكهة وراي الفاكهة تشد. دونك لهنا بدات تبقبق لي بعد يمكن حكاية 18 دقيقة. باش نزيد السكر الاسمر، وراو ما يحليش كيف ما السكر الابيض، عندي منه 100 جرام وزدت 100 جرام حليب مركز محلى. الزوزة راهي تقبل السكر. اذا كان ما عندكش سكر اسمر يلزمك تقرا حسابك في 160 جرام بين السكر الابيض والحليب المركز المحلى اقل شيء، سينو من بعد ما تخلطهم الزوز تذوق وتشوف. اما بالنسبة لي عملت 100 وجات الحلاوة ريجلو. باش نقعد ديما وهي معناتها تغلي، باش نقعد ديما راني نعصد، وفي كل مرة نحرك. السكر يلزم يطيب، الفارينة ولو كمية قليلة يلزمها تطيب. كملت هنية برشة ملح. في 30 دقيقة زدت مغرفتين كبار متاع عطرشية، هذيك التوش التونيزيان اللي لازم منها في اي عصيدة، وهذاك القوام اللي يعجبني شخصيا. تحب قوام اخر برا زيد الفارينة ولا اعمل رسات واحدة اخرى. بالنسبة لي انا جات عصيدة بنينة بنينة بنينة، قد ما نقولكم بنينة وشوية، اهاوك حويجة على الاقل يذكي بها الواحد مخه. هذاك القوام الاخراني زدت العطرشية، خليتها ميم با 5 دقايق اونتو اي بورتو، حاسيلو تحسب لها 35 دقيقة نار خافتة. باش نحطها في الكيسان متاعي، هذاك القوام متاع العصيدة اكثر منه بالنسبة لي اعدم. من بعد نخليها تبرد فوق الطاولة ونطيب لها الكريمة متاعها. انا من العباد اللي ضد تصليح العصيدة، زيد النشا زيد الماء، هاي جاتو خاثرة زاد الماء، راي العصيدة كاكا تفسد وتميس، يا تجيني مريقلة من الاول يا لا. هونية الكمية سبحان الله كيني مكيلة بالضبط. استعملت الصحافي البوفرتوحي هذوكم، ويمينتي قداش كلاو فاكهة. باش نعمل 400 مليلتر حليب، الكريمة العربي اللي شفتوها في عصيدة الزقوق، وعليها 25 جرام نشا اصفر متاع عظمة، وقطرتين متاع فانيليا سائلة. وباش نخلط كل شيء في البارد تبقى العطرشية مغرفة كبيرة نزيدها في الاخر. تحب تحط سكر 70 جرام، تحب تخلط سكر وحليب مركز، يا حبذا الكريمة تجي بنينة كيف ما سبق وقلت لكم المعلومة. عملت بيناتهم 70 جرام، نخلطوا بالفوي، نصفيو الخليط متاعنا ونهزوا الكريمة نطيبوها. الزين متاع العصيدة بالنسبة لي أنا راهو الكريمة. أي عصيدة يلزمني نعمل لها كريمة من أي نوع. ما ننصحش بالكريم باتيسير خاطر جربتها الحقيقة وفي ساعة تعدم، هذه تقعد شادة روحها، وحتى كيف تجيك جارية تجمد في الفريجيدير وتعطيك القوام اللي حاجتك بيه. نطيبوا العصيدة على نار تكون خفيفة، نحركوها شوية شوية، وكيف تبقبق نزيدوا أكم غرفة العطرشية ونخليوها 30 ثانية واحنا نحركوا، ما نهبطوهاش ديريكتومون باش ما يقعدناش فما ريسك انه تميس. باش نصب الكمية هذية، ولو انه جاتني قد دايور فما كاس قعد ناقص، هنا قعدت نصب بشوية بشوية، خفت لأون بارتي تقعد لي بلاش كريمة. بعد ما العصيدة بردت صبيتها كطرف الكريمة وخليتهم الزوز فوق الطاولة ساعتين كاملين حتى بردوا، ومن بعد حطيتهم في الفريجيدير، ومن غدوة جبتهم زينتهم. كيف جبت العصيدة وزينتها قعدت حكاية ساعة فوق الطاولة، ورجعت بدرجة حرارة الغرفة. فالقوام اللي باش تشوفوه راو وهو معناتها وهي العصيدة سخونة. عملت ديكوراسيون لهنا كيف ما تشوفوا، وحطيت لها الدنيا متاحة. سينو راهي عصيدة بنينة بنينة، خاصة كيف تعملوا مرياج معناتها تزينوها بالبفريوة تكون مرحية. البفريوة والزوزة كيف ما في الكاس هذا بنان بنان على الاخر. كيف حطيتها من بعد في الفريجيدير وبيتها راهي شدت روحها بالكدا وتتاكل باردة، حاجة تعمل 66 كيف. هنا القوام راهي سخونة على الاخر. شوفوا
كيف ما تقول جارتنا اك التكستور متاع الدانيل. شوف اك الزين والعين راي بنينة 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 على الاخر. بالطبيعة هذايا العشاق الفاكهة وللمشتركة اللي شد التصحيح واني نصور لها العصيدة هذية. ان شاء الله الفيديو كان واضح. اللي ما عندوش وبليتو اللي عنده سؤال يخليه في لي كومنتاري. اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.